السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. روتيننا النهاردة روتين تشجيعي، روتين تحفيزي، كلنا نتشجع مع بعض. كلنا داخلين على عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. بغض النظر، أنا عن نفسي بنظف في شقتي وبيتي علشان خاطر عندي ظروف ابني، إن هو كان هيعمل عملية أو عملها بالفعل الحمد لله تعالى. أنا مرضتش أنزل فيديوهات غير لما أطمن على ابني طبعا. في فيديوهات صورتها وفي فيديوهات ما قدرتش إن أنا أصورها، وفي فيديوهات كانت نفسي مسدودة إن أنا أصورها عشان كنت خايفة على ابني. ربنا يعز أولادكم يا رب يا رب. طبعا ما كانش ينفع أبدا أبدا إن أنا أصور فيديوهات وأطلعها على السوشيال ميديا غير لما أطمن على ابني. قلبي ما طوعنيش بصراحة. خدنا الشقة بتاعتنا كده حتة حتة وقطعة قطعة وكرسي كرسي ومروحة مروحة ونجفة نجفة كده يعني. عملنا لهم إبادة، لمعنا النجف ولمعنا القرش بتاعنا وشلنا السجاجيد وسجادة سجادة كده ونضفنا وحشنا شلتة شلتة من الكراسي ونفضناها. ويلا تشجعي عشان العيد. كل سنة وحضرتك طيبة. معايا يمكن أشجعك يمكن أحفزك. عملنا كده إبادة كاملة للفرش. ممكن تاخدي كمان فكرة من الشقة بتاعتي إن ده نظام قرش. هنا أنا فاتحة الصالون أو الريسبشن، عاملين نظام الريسبشن يعني الصالة على الصالون على المطبخ كمان عاملاه أمريكي. ممكن تاخدي فكرة ديكور حلوة جدا. هنا في طرقة طويلة بين الأوض لجوه. لو حابة كمان ان انت تحطي، احنا كنا هنحط باب اكورديون، لو حابة تحطي براحتك خالص. هنا دي الأوضة اللي هو نام فيها ابني، لكن دي أوضة تانية كده فرعية. والله العظيم احنا هنا بلد أرياف، كل الأوض كانت مليانة ستات ورجالة، وكانت حاجة ما شاء الله في حياتي. أنا متهيألي لو أنا جوزت ابني مش هشوف كمية الناس اللي دخلت عندي دي. ربنا يحبب فينا خلقه بإذن الله تعالى. هنا طبعا كان زوجي هي غاب أو أخد أجازة من شغله 15 يوم علشان خاطر ابني إن هو يقف معاه طبعا لأنها عملية كبيرة. فجبنا اللحمة علشان نطبخ، طبعا كل يوم هنطبخ علشان خاطر الولد. ممكن كمان تاخديها تقطيعات اللحمة والحاجات اللي هي زي كده. عملتها أكياس أنا كل كيس طبخة. تاخديها علشان خاطر عيد الأضحى. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. اللحمة دلوقتي رخصت بقت ب260 جنيه عندنا هنا في البلد. تمام. شِلت كمان هنا شِلت القراقيش والعضم والحاجات اللي هي زي كده. ده هنا ده طرب جه مع اللحمة. إن شاء الله هنعمله في فيديو منفصل بلحمة مفرومة. هنعمله كفتة طرب وهنشويه على الفحم، هيبقى حلو جدًا 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 بإذن الله تعالى. هنا بقى لميت القراقيش ولميت الحتت اللحمة الصغيرة والحتت المدهنة والحتت الملبسة لأن أولادي بيحبوها لحمة صريحة صافية خالص. قطعت منها كباب حلة هنا دي يوم كده أعملها ببصل نغمز منها إن شاء الله. و اخد من الدهون دي كمان للحواوشي او احطها في تسبيكة. اسلق مثلا يعني حسب ما يكون يعني. هنا طبعا كنت جايبة فراخ علشان خاطر كنت عاملة ان انا عايزة اوفر واعمل وجبات في المستشفى علشان خاطر الناس اللي واقفة معانا. بس بصراحة قلبي ما طوعنيش ان انا اقف يعني الصبح واعمل اكل وابني رايح يتحط تحت السلاح طبي، يعني ان هو داخل العمليات وكده. فخفت جدا ومرضتش ان انا اعمل، فغسلتهم كده وشلتهم في الديب فريزر عادي خالص لغاية ما نشتري كمان تاني. هنا بقى ابتديت ان احنا بعد ما خلصنا الحاجات دي وقطعتها وغسلتها كان وقت عصرية. رحنا بقى فتحنا الخرطوم ونزلنا بسم الله بعد ما كنسنا الشقة كنسة كويسة. طبعا احنا هنا عندنا الحنفيات مش بتنزل مية، بتنزل نسكافيه. دي كانت مية مخزونة يعني، فنزلت من اول الخرطوم.
أنا مش دايمًا أنا باكرر أو ما قُلتش مش عارفة مش فاكرة إن أنا مش يوميًا باعمل الحركة دي، إن أنا باعملها بالخرطوم بس علشان خاطر دي ممكن من العيد للعيد أو من السنة للسنة أو مش بتحصل أساسًا، بس علشان خاطر الناس كمية الناس اللي هتدخل طبعًا علشان خاطر تسلِّم على ابني وأصحابه والكلام ده كله. وناسنا في البلد. فقُلت ما حدش ييجي عينه على الترابة مش عارف إيه والدنيا تبقى نضيفة، شِلنا كل الفرش على السراير وعلى الحاجات اللي هي زي كده ونفّضنا تنفيض المعتبر التمام زي ما حضراتكم شايفين كده، حتى المراوح لمّعناها ودي هنا عندي التلاجة دي باشيل فيها الحاجات الورقية علشان عندي دي no forest فبتساعدني إن الحاجات أو الفاكهة، بتساعدني إن هي الحاجات دي تفضل طازة وفريش لغاية لغاية فترتها يعني. هنا ابني بيساعدني بيمسك البلور وبيعمل بيعمل بالبلور لإن بصراحة يعني هو طويل شوية فقال يا ماما أنا هاعمل أنا. أنا طويلة أيوه بس هو ما شاء الله يعني. هنا نفّضنا الأنتريه ده إن شاء الله هنعمله مع بعض فيديو منفصل بإذن الله تعالى هنجدده بس ربنا يرزق بقى ونرتاح من فلوس العملية شوية ومن العملية شوية، وبإذن الله تعالى هنعمله مع بعض هنجيب له فرش وهنعمله مُدهب وهنخليه مش هتعرفوه تاني. هنا طبعًا لازم أنزّل صابون سائل على الأرضيات علشان خاطر ما تعملش ريحة، ما امسحش بمَيّة بس، لأ أنا بامسح بمَيّة وصابون سائل بسيط جدًا، جدًا، جدًا يعني. باودّي المَيّة هنا على الحمام وكده أنا وصلت كده للصالة للصالة وهنا دي الطرقة، هنا كانت دي عندي أنا في فيديو كمان تاني أنا نسيته، هابقى نحطه بقى في فيديو منفصل بإذن الله. كانت السجادة دي إحنا عندنا شقة للطلبة يعني، فزوجي الله يبارك له أخدها قالوا له عايزين يعني مشّاية قدّام الحمام، أخدها حطّها ما شاء الله والله العظيم اللون البيج ده ما كانش باين، كانت كلّها لون بني بالمنظر ده كده. يا رب ألاقي بس اللون الفيديو اللي هو التاني ده ما يكونش اتمسح، هانزّله لكم في فيديو منفصل وتشوفوا المنظر يعني. فضلت وراها بقى بالخرطوم بالمكنسة ولمّا خلّيتها زي الفل وركت جديدة. هنا بقى برضه خلاص كده دي الصالة وهنا دي الأوضة التانية أهي خلاص بنمسحها برضه وبنلم المَيّة على الحمام، وبعد كده طبعًا هتفتكروني بدعوة حلوة ولايك وشير إذا عجبكم الفيديو ودعوة لابني بإتمام الشفا، ربنا يتم شفاه على خير يا رب. في فيديوهات كتيرة جدًا عملتها المفروض إن أنا كنت أصورها لكن ما قدرتش قلبي ما طوعنيش إن أنا أصورها وكنت خايفة جدًا على الولد، اعذروني. وفي فيديوهات اللي قدرت أصوره صورته واللي بعد ما اتطمنت على ابني صورته، وحتى المستشفى صورتها علشان الأوضة بتاعتنا يعني والكلام ده كله هانزّلها برضه في فيديو منفصل. طبعًا أنا وبنتي الصغنونة، بنتي الصغنونة أصرّت إن دلوقتي بقى كده يعني الفيديو قرّب يخلص، هناخد بقى الورد كده ونغسله برضه ونبتدي إن إحنا نفرش. الورد كده هاخده بحيث إن هو ينضف وينزل منه التراب. بنتي ما شاء الله عليها كل ما أشيل منها الخرطوم ولا أي حاجة إلا مصممة إن هي تساعد، فسبتها تساعد لما يجي وقتها بقى لا هتساعد ولا وقت ما نعوزها يعني لا هتساعد ولا تعمل أي حاجة. ربنا يبارك في أولادكم جميعا يا رب، وافتكروني بدعوة حلوة وصلولنا على النبي كده في الكومنتات وده لابني بإتمام الشفا، وانتظروا باقي سلسلة الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنا ده محدش يقولي ان الخشب ما يروحش عليه مية وان ده عايز حاجة للخشب، ده الخشب ده اديله سنين وسنين 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 وعايز يتجدد يعني ما شاء الله، بس هو طبعا مع التنظيف فراحت على الموبيليا تراب كتير جدا يعني. واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.